في هذه اللحظات مدافع فريق ميلان فيكايو توموري. فيكايو thank you for joining us. فيكايا، شكرا لانضمامك لنا. تهانينا للفوز. عدا النتيجة، ما الذي أعجبك أكثر في المباراة؟ أعتقد أنها الروحية والطاقة والأدرينالين التي لعبنا بها في المباراة. منذ الشوط الأول لعبنا بضغط عالي وحجمنا الفريق وسجلنا هدف. لم نتمكن من تسجيل أكثر من هدف، لكننا سعيد بهذه النتيجة. ما هو السر من هذه الصلابة اليوم؟ لأنكم تمكنتم من السيطرة على المباراة وخلقتم يخلق الكثير من الفرص. نعم، كما قلت أنها الأدرينالين والتركيز الذي لعبنا به علينا. فقط قدمنا المباراة التي كان يتوجب علينا تقديمها، ونحن سعداء بهذا الشيء ونركز في المباريات الأخرى. هل بإمكان نتيجة اليوم أن تغير هدف ميلان في الدوري ليكون هدفه الدوري؟ أعتقد علينا التركيز على أنفسنا وبمبارياتنا تحصيل أكبر عدد ممكن من النقاط. أحد أهدافنا كان تلقي عدد أقل من الأهداف، وهو الهدف الذي تمكنا من الوصول إليه اليوم، وهذا أمر إيجابي لنا ونشعر بشكل جيد الآن. وعلينا الاستمرار بفوز المباريات الأخرى ولنرى. شبكة نجوم الرابعة، اشتراك واحد، محتوى متعدد.